اليوم هنعمل وصفة تجنن البطاطا المشوية، بس مش هنعملها بالطريقة التقليدية، هنعملها بطريقة جديدة سهلة وسريعة، مش هتاخد معاكي وقت خالص. واعملي احلى بطاطا مشوية مكرملة ودايبة وطعمها حكاية. البطاطا بتاعتك لو مش مسكرة هتكون معسلة وفي منتهى الجمال، بمكون واحد بس موجود عندك في البيت هيخليها تستوي بسرعة، مش هتاخد معاكي في التحضير اكتر من 5 دقايق. وطعمها مش حلو بس، دي حلوة قوي. لايك بقى يا جميلة للوصفة القمر دي، ولو أول مرة بتشوفي مطبخ بيبو اعملي اشتراك في القناة وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل وصفة جديدة من قناتي، ولينك صفحة الفيسبوك في أول كومنت مثبت. يلا نبدأ ونقول بسم الله. معايا بقى أول حاجة البطاطا بتاعتي، ازاي انقيها واختارها علشان تديني طعم وتست حلو جدا للوصفة بتاعتي. البطاطا طبعا احجامها مختلفة، افضل حجم للوصفة دي الحجم الوسط، مش رفيعة ولا سميكة. الرفيعة هتنشف معاكي بسرعة ومش هتلاقي فيها لحم كده للبطاطا، والسميكة الكبيرة مش هتستوي معاكي بسهولة، وطعمها مش بيكون مسكر، بتبقى مسخة شوية فمش هتبقى حلوة معاكي. خليكي دايما في الوسط، بتستوي بسرعة وبتكون مسكرة ولحمها بيبقى معسل وطعمها بيبقى حلو جدا. بجيب البطاطا وانقعها لمدة من ساعة لساعتين في مية، وبحط في المية شوية خل. الخل هنا معايا هيساعد في تنظيف البطاطا. هتلاقي بقى كل الأتربة والطينة الموجودة على البطاطا نزلت في المية. وبعد كده بغير المية بتاعتي وببدأ أغسل البطاطا بتاعتي واحدة واحدة بسبونشة مخصصة للخضروات. هتمسكي كل واحدة وتدعكيها كويس جدا تحت المية الجارية تحت الحنفية لحد ما تنضف معاكي كويس جدا، ويبقى شكلها بالشكل اللي انت شايفاه ده، يعني حتى اللون بتاعها بيغير. وهنضف كل حبة من البطاطا بتاعتي من الطرفين بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى اجيب البطاطا بتاعتي على البلانشة واعمل لها فتحات من الجنب ده والجنب التاني. خدي بالك احنا عايزين نشقها بس، والشق اللي بنعمله في كل حبة من البطاطا او الفتحات دي علشان خاطر هتساعدنا ان هي تستوي بسرعة. فخدي بالك احنا مش عايزين ننزل بالسكينة على الاخر عشان ما تتقطعش معاكي. هخلص بقى كل كمية وحبات البطاطا اللي معايا بالطريقة والشكل ده. كده انا عملت في كل حبات البطاطا بتاعتي فتحات من الجنب ده والجنب التاني. تعالوا بقى نشوف طريقة التسوية. في طرق كتيرة جدا لتسوية البطاطا، بس انا بستخدم وبحب جدا طريقة التسوية دي للبطاطا بتاعتي. في ثواني بتكون جاهزة معايا. الاكياس الحرارية، الاكياس دي بتكون متوفرة في السوبر ماركت او محلات المنظفات او الورقيات، وسعرها مناسب جدا، وفي منها احجام. الحجم الكبير بيكون تقريبا 3 اكياس، ده اللارج، وفي حجم وسط بيكون العبوة فيها 5 اكياس. انتي طبعا هتختاري الكيس المناسب لكمية البطاطا بتاعتك. المكون بقى اللي هيخلي البطاطا بتاعتي مكرملة وطعمها زي السكر ولونها حكاية وطعمها مفيش ولا احلى ولا اروع من كده، السكر. ضفت معلقتين كبيرة من السكر وهبدأ أرص عليها حبات البطاطا بالشكل ده لحد ما أخلص رص كل كمية البطاطا بتاعتي. وبعد كده هضيف معلقة كبيرة من السكر على الوش. السكر ده كله هيدوب ويسيح على البطاطا ويخليها مسكرة ومعسلة ومكرملة. حتى لو البطاطا مسخة هتلاقي طعمها حكاية. وطبعا الفتحات والشقوق اللي احنا عملناها في كل حبة من البطاطا هتساعد ان البطاطا هتشرب السكر بسهولة، ولحم البطاطا هيكون معسل ومسكر. اخر حاجة بقى هضيفها معلقة من القرفة، معلقة صغيرة. انا مش عايزة اقول لكم معلقة القرفة دي بتودي البطاطا في حتة تانية خالص، بجد بجد بتخلي طعم البطاطا وريحتها تحفة جدا. جربوها وهتعجبكم جدا. معلقة صغيرة من القرفة، جربيها وهتدعيلي. هبدأ بقى اقفل الكيس الحراري بتاعي واعمل فتحات كده بالسكينة في الكيس الحراري علشان خاطر ما يفرقعش معايا في الفرن، وكمان تسوية البطاطا بتاعتي تبقى مظبوطة. هجيب طاجن بايركس او صينية المتوفر عندك، وهضيف فيها كوباية وسط من المية، والفرن بتاعي يكون سخن وشغال على درجة حرارة 200، يعني نار اعلى من المتوسط بشوية. وبحط بقى الصينية بتاعتي او البايركس على الشبكة على الرف الاوسط واسيبها تاخد راحتها في التسوية. هتاخد في السوا حوالي من 25 ل 30 دقيقة. لو عايزة تتأكدي من التسوية
اختبريها بعود شيش طاووق او بالسكينة لحد ما تلاقي كل حبات البطاطا بتاعتك طرية وتمام. عايزة اقولك ان دي افضل واسرع طريقة لتسوية البطاطا. الكيس الحراري ما بيخليهاش تاخد وقت خالص زي الطرق التانية لتسوية البطاطا. زي ما انتوا شايفين بقى البطاطا بتاعتي كده خلاص استوت. هفتح عليها الشواية وهي جوه الكيس، مش هخرجها من الكيس علشان خاطر البطاطا بتاعتي تاخد لون حلو وكمان تشرب اكتر كده وتكرمل من السكر مع القرفة. مش عايزة اقول لكم بقى وانا بفتحها ريحتها كانت خطيرة ازاي. كمان القرفة مدياها ريحة مش عايزة اقول لكم على جمالها، ولا احلى ولا اروع من كده. حاجة كده خطيرة كأني كنت عاملة سينابون بالظبط. بصوا بقى جمال البطاطا لما شويناها خدت اللون القمر ده وهي جوه الكيس الحراري. فتحت عليها الشواية شوية صغيرة يعني لمدة 5 دقايق، ما كترتش عن كده، وخدت اللون القمر ده. بعد كده تعالوا نعمل حركة لذيذة قوي هتخلي البطاطا طعمها تحفة. بعد ما رصيتها بالفرشة كده هاخد من الصوص المكرمل بتاع السكر اللي هيكون في الكيس الحراري، وهدهن بالفرشة كده كل حباية من البطاطا. هتخلي لونها بيلمع وطعمها يبقى ألذ. شايفين شكلها يفتح النفس وحلوة قوي. تعالوا بقى كمان ندلعها شوية بكذا طريقة. اول طريقة هاخد حباية من البطاطا وهحطها في طبق وهفتحها كده بالطول من النص، وهنزل عليها بمعلقة صغيرة من العسل الاسود بيخلي طعمها تحفة وكمان بيعزز القيمة الغذائية للبطاطا. العسل الاسود غني بالحديد والبطاطا مغذية ومليانة بالفيتامينات الكتيرة جدا. يعني لو كتاكيتك مش بيحبوا ياكلوا البطاطا هيحبوها وهياكلوها. وممكن كمان بالعسل الابيض، وممكن كمان نضيف صوص شوكولاتة او صوص الكراميل. انا ده صوص شوكولاتة عاملاه بمعلقتين من الكاكاو الخام، وده نوع الكاكاو اللي انا بستخدمه كاكاو خام من ماي واي حلو جدا. وبضيف على المعلقتين الكبار من الكاكاو الخام معلقة كبيرة من السكر ونص كوباية من اللبن، وبقلبهم تقليبة وادخلهم الميكروويف بالظبط دقيقة او على النار. الصوص بيربط معايا وبستنى لما بيبرد واحطه على البطاطا بيدي طعم حلو جدا. او ممكن صوص كراميل، يعني دلعي البطاطا زي ما تدلعيها مش هتقولك لا. المهم ان الولاد يحبوها وياكلوها باي نكهة تعجبهم. ودي كانت وصفتنا النهاردة، البطاطا المشوية بطريقة سهلة جدا، وصفة قمر. جربوها وهتعجبكم جدا وهتعتمدي الطريقة دي على طول للبطاطا. وهستناكم حبيبي تكتبولي في الكومنتات بتتابعوني من اي دولة ومن اي بلد. وشكرا جدا بجد من قلبي على الكومنتات القمر اللي زيكم وصور التطبيقات للوصفات بتاعتي. بجد انا ببقى مبسوطة جدا. ولو عجبتكم بقى الوصفة دي ما تنسوش تحطوا لايك، واستنوني في وصفة جديدة من مطبخ بيبو. دمتم سالمين وفي احسن صحة وفي احسن حال، والسلام عليكم.